السلام عليكم احبتي ومشاهدي الكرام، مع احداث جد ممتعه وشيقه من مسلسل هذيك حياتي قبل العرض على دوزيم. من ضمن هذه الاحداث وهو ظهور الام الحقيقيه ديال بهار، وكذلك سكينه اللي كتعرف بان سيد يوسف مدفون في الجرده ديال نورهان، ونورهان اللي كتضرب البنت ديالها، واحداث اخرى اللي غتشاهدوها في هذه الحلقه هذه. ما تبخلوش عليا بلايك ديالكم واشتراك في القناه، وشكرا لكم احبتي مسبقا. اول مشهد هو السيد كنعان، هو الاب ديال حسن المأجور اللي قتلته أديبة. كيجي للقصر، كيدق في القصر، كتحلو الخادمة الباب، كيقول لها بغيت نشوف السيدة أديبة. كتقول ليه ولكن راه ما كاينش السيد محمود وما كايناش دنيا، كاينه غير السيدة أديبة وحدها. قال لها بغيت غير نمشي نشوفها. قالت البنت فايزة سيري دخلي ديه الغرفة ديال السيدة أديبة. ملي دخل عندها قال لها واش عقلتي عليا؟ انا كنعان الاب ديال حسن اللي استغليتوه ومن بعد قتلتوه. انا جبت لكم ولدي باش تردوه راجل، ولكن نتوما رديتوه قاتل. وكما قتلتوه السيد تايفون الزوجه ديالو قتلتوه حتى هو يشد اليدين ديالها، قال لها شتي هذه يديك ملطخه بالدماء ما عمرها تنظف، وخلاها بقات غير كتشوف فيهم خرج عينيها. فهاد المشهد هذا كنشوفوا دنيا اللي مشات للحي ديال كالانجي على وديت سكينه وسيلين، وهي تشوفهم حبست الطوموبيل، وهي توقف، هي تهبط عندهم، قالت لهم ما حشمتوش، بغيتو ديو ليا راجلي. قالت سكينه بعتي بنت خوك الزوج ديالي. قالت ليها سكينه راجلك اللي هرب منك، هرب من الشر ديالك. شوفي عندك يسحبك، حنا ما عندنا لا راجل لا والو، وهاد البنت يتيمه غديري فيها ما بغيتي. سيلين راه انا عمتها، وانا راه ب100 راجل. وهي تقول لي دنيا واخا انا غنوريكم، بغيتوش تبعدوا مني انا غنوريكم. سيلين جرات عمتها وقالت لها يلاه هي ما عندنا ما نديرو بالهضره ديالها. نورها اللي جات من المارشي ولا السوق، هزت الثقل وكتعيط لبهار، بهار اجي دي التقديه. بهار مسكينه مشات خدات التقديه ودخلتها الكوزينه. خرجت ميسون من الغرفه، قالت لها امتى وانت هنايا؟ قالت لها شي ساعه. قالت لها نورهان كنتمنى ما تكونيش دابزتي مع بهار. قالت لها اش من دابزه ماما؟ انا راه حتى من الفستان ديال بهار انا اللي تسلمته ملي جابوه ليها. وهي تقول لها نورهان انا ما فهمتش علاش شراو هذا الفستان من دابا، باقي موعد الزواج علاش شراو؟ واش هذه باغا تفقسك ولا شنو؟ والياس قال نورهان سكتيش هاد الهضره هذه. قالت لها ميسون اش تقولي يا ماما؟ لو كان تشوفي الفستان ديال العرس، عرفتي كيفاش غيجي مع اختي بهار؟ غتبان بحال الاميره. صراحه انا عجبني بزاف وبزاف. وهنا الياس بقى تيقول بنتي الزوينه، الله يعطيك بنتي ما هو احسن منه. كنتمنى لكم السعاده لكم بجوج بنتي. وهي تقول له نورهان امين امين الياس. وهنا ميسون اللي بقات كتقول لهم انا ما كتهمني حتى شي سعاده من غير سعاده ديال اختي بهار. وبهار مسكينه اللي كانت ساكته وما كتكلمش ومتألمه، وعارفه بان ميسون حاسدها وحقد عليها. وبقات تقول ميسون بقات فيا بهار اختي غتمشي لبيت الزوجيه، انا غنتوحشها بزاف. اختي غتزوج، انا شديت الفستان في يديا صراحه وتاثرت. وبقات فيا. وبقات تقول لها نورهان فعلا غادي تبقى فينا، غادي نبكيو عليها لاننا ولفناها. ولكن الاهم من هذا الشيء كله بنتي ميسون هو انكم ما تدابزوش، هذا هو الهم ديالنا، انكم تبقاو هادئين بحال هكا. وهي تقول لها ميسون اش من خصامه ماما، واش من مدابزه؟ اختي غتمشي من هنايا وانا غندابز؟ اجي اختي نبارك لك. اجي وعنقات بهار، وبهار مسكينه غير ساكته كتقول لها مبروك عليك اختي مبروك عليك. وبهار عارفها اشنو كتسوى. ميسون اللي كتقول انا الشيء الوحيد هو سعادة اختي بهار، تتقولها وكتعاودها. انا في الفتره الاخيره كنت نقول نتزوج انيس، بغيت انيس، ولكن انيس انا عرفتو غير هاد يومين. اش هاد الشيء هذا؟ انا راه كنت نخربق. هو يقول لها الياس شتي نورهان راه هما خواتات واخا تيدابزوا كيتصالحوا. هي تقول لي نورهان والحمد لله والشكر لله. اما في هذا المشهد هذا كنشوفوا دنيا اللي دات البنزين وشعلت العافيه في الدار ديال سكينه. السور الجار اللي كان ولدها كيلعب تما كينس حتى الدار ديال سكينه، مشات جابته. ولكن ديك الوقيته اللي مشات جابته كتبان ليها المراه اللي هبطات من الدار ديال سكينه ومشات للطوموبيل ديالها. الدار ديال سكينه شعلت فيها العافيه ولات كلها رماد. سكينه كتبكي وكتقول رجال المطافئ شكون غيكون شعل فيا العافيه؟ قال لها واحد من المسؤولين تما كينات من رجال المطافئ بانهم لقاو القرعه ديال البنزين، بان شي حد اللي حرق ليها الدار. جول صار كتقول لسيلين انا راه شفت واحد المراه زعره وزوينه هابطه من الدروج ديال الدار ديالكم، ركبت الطوموبيل ديالها ومشات. سيلين قالت لها عندك تقولي هاد الهضره لعمتي. سكينه اللي بقات كتبكي على الدار ديالها وفي واحد الحاله اللي هي هستيريه.
اما في هذا المشهد هذا كنشوفوا نورهان هي وميسون اللي كانوا عند اديبه في الغرفه ديالها، كتقول لها بصراحه كون ما نقدتك في اخر لحظه، كون انت ميته ميته زعما كون متي. وهي تقول لها ميسون وكون ما تحسن ليها، وهي تقول لها نورهان سكتي. وبقات كتقول الاديبه نورهان دابا تولي لاباس، دابا ياخذك محمود امين احسن الاطباء وغتشافي. وهي تقول لها ميسون فين غادا تشافى ومن بعد غادي تدخل تعفن في السجون. وبقات تقول لها نورهان سكتي يا بنتي حشومه اش تهضري كتقولي. قالت لها ميسون ماشي قتلت جوج الناس ابرياء قدام الطفل ديالهم، وما كفاهاش هادشي، قتلت حتى القاتل المأجور اللي كلفتو يقتل الوالدين ديال انيس. وهي تقول لها نورهان سكتي اش هاد الهضره كتقولي، سكتي شويه حنا ماشي شغلنا. وهي تنوض ميسون جلست حدا اديبه وكتقول لها نهار جيت انا للقصر اعتبرتيني حقيره، وهنا دابا قدامك بصحتي وشوفي انت مغطى دابا ما قادة تململي ما قادة تحركي. نورها شدات بنتها من يديها قالت لها مالكي سكتي اش هضره كتقولي المراه كتسمع. وهي تقول لها انا ما قدرتش ميسون قالت لها انا ما قدرتش نتمالك نفسي. ونورهان بقات تهضر مع اديبه اللي كانت خايفه منهم بزاف كتقول لها ما ديش عليها راه غنتوتر هاد الايام. فهاد المشهد هذا كنشوفوا سيلي اللي شاده الطاكسي باش تمشي للقصر عند الدنيا بعد ما حرقات الدار ديالهم. كتكلم مع عاصم وهي غادا في الطريق كتقول ليه مرتك حرقات الدار ديالنا، انا غادي نمشي ليها دابا. قالت انا غنجي نلحق عليك. قالت لي لا بلا ما تجي، هذيك الزوجه ديالك شريره ما خلات ما دارت فينا وكملتها بالدار ديالنا اللي حرقتها. مع حنا فين غادي نمشيو دابا فين غنمشيو. اما نورهان فهاد المشهد هذا اللي خدات ميسون وداتها للغرفه ديالها كتقول لها مالكي وليتي هكا. قالت لها ميسون على ما عرفتي شنو فيا ماما، ما عرفتي شنو بيا، راه بهار خدات لي الحبيب ديالي، خدات لي حبي الوحيد وهو انيس. وهي تقول لها نورهان عاد كنتي كتهنئيهم وكتقول لهم مبروك عليكم اش هادشي واش هادشي باقي ما بغا يسالي شويه. وهي تشوف نورهان واحد الصوره تما ديال ميرفت وهي تقول لها دير من ديك الصوره. وهي تقول لها ميسون ديال ماما. قالت لها شنو وليتي كتقول لديك المراه ماما. قالت لها لا كنقصد الام ديال بهار. وهي تقول لها ميسون وضروري غنقول لها ماما. بقات نورهان كتبكي وميسون اللي كتقول لها ماما واش نجي نتعشى عندكم اليوم. قالت لها نورهان ما عرفناش بنتي شنو درنا فيك، هادشي اللي درناه فيك ما عرفناه، خرجنا عليك وقيله. وعنقت بنتها وبقات كتبكي. اما في هذا المشهد هذا بهار اللي جالسه مع الياس كيشوفوا الفستان ديال العرس وبقى تيقول لها فستان زوين وشويه وهي تقول لي بهار بغيت نتكلم معك بابا. قال لها تكلمي يا بنتي. قالت ليه صراحه حنا خدينا موعد ديال عقد القران. قال لها بصح. قالت ليه راه غدا. هو يتفاجئ قال لها شنو غدا. قالت لي انا ما مرتاحاش ندير عرس لان ميسون غتكون مقلقه وتائسه. قال لها الياس واش قلتيها لماما. قالت ليه لا انا ما قلتهاش لماما لان غتمشي غتخبر ميسون وانا ما بغيتش ميسون تثق الخبار. هو يقول لها واش غديري عقد القران بلا الحضور ديال الام ديالك نورهان. وهي تقول ليه شوف بابا هي اساسا ما بغاتيش تتزوج بانيس، انت الوحيد اللي غتكون حاضر ليا وانت اللي غتكون العون ديالي واللي غتكون في كتافي. قال لها شوفي يا بنتي انا ما نقدرش نخالف الكلام ديال الام ديالك وتثق الخبر ليا بانني حضرت لك غادي يبقى فيها الحال. انا ما غنوعدكش بانني غنكون معاك في عقد القران ونكون حاضر. انا ما غنوعدكش بهذا الشيء هذا. شويه نورها كتعيط للبهار كتقول لها اجي وجدي الطابله د الماكله نتعشاو. جات بهار قالت لها ماما انا غنوجد لكم الطابله ولكن راه غنمشي نتعشى انا وانيس على برا. بقات نورها كتخاصم عليها قالت لها شاد الخطوبه هذه انا باقا ما فهمت والو، وليتي زيت الريط مع هاد انيس علاش رجعتي كاع للدار كون بقيتي عايشه معاه تما كينات. وهنا ميسون كتدخل كتقول لها مالك يا ماما مقلقه علاش كتغوتي عليها، راه الخطيب ديالها راه عادي انها تخرج هي وياه. وهي تقول لها نورهان واش انا سولتك. قالت لها كون عاد سولتيني يا ماما احسن. بهار اللي كتشوف الاتصال ديال انيس تيقول لها انا راه جاي. قالت لهم ميسون هي عندها خطيب تعشى معاه ومالا غتبقاو حنا نتعشاو وهي تبقى تشوف فينا هنا في الدار. هو يقول لها الياس شنو بالك يا بنتي نديك حدا البحر ونشري لك مثلجات. قالت ليه ميسون من تما الدنيا بابا الزيطه في حق انت غريب في الامر ديالك واش انا عندي 5 سنين. هنا بهار ملي شافت ميسون في ديك الحاله قالت لها واش تمشي معنا. وهي تقول لها نورهان اش غتمشي دير معكم انت غتكلمي انت والخطيب ديالك اش غادي دير معكم هي. اما ميسون استغلت الفرصه وهي تقول لها ما فيها حتى حاجه انا غنمشي معاهم نتعشى معاهم، هي غتكلم مع الخطيب ديالو وانا غنكون غير جالسه حداهم. ديك الوقيته كيتصل انيس كتقول لها ميسون يلا نمشيو.
وبهار بطبيعة الحال كتاخد الإذن دائما من نورها، قالت لها ماما حنا غنمشيو، ونورها اللي كتقول ليا شتي ما بقاوش كيسمعوا الكلام ديالنا، ها انت شتي كاع ما تسوقوا لينا. ملي كانوا خارجين كيكون انيس كيشوف ميسو اللي جايه مع بهار كيتصدم، وكيبقى يشوف في بهار، كتقول ليه بهار انا اللي قلت ليها تجي معنا تعشى معنا، ياك ما كان حتى شي مشكل عندك؟ قال لها ما عندي حتى شي مشكل. ميسون قالت ليه شوف راه ماما كانت غتدخل ما غتخليهاش تمشي، ولكن انا قلت لها غنمشي معها باش نونسها. بهار بعد ما دخلت ميسو للسياره قالت ليه شوف رانا غير يلاه، قلت ليه يلاه معنا، هي بالزربه ناضت وبغات تجي معايا. قال لها ماشي مشكل. هنا كنشوفوا سيلين اللي وصلت للقصر وبقات كتغاوت مع دنيا، كتقول لها علاش حرقتي الدار ديالنا، وناض ليها علاء تيدفع فيها تيخرجها تيقول لها خرجي علينا من هنايا. وجوليا اللي كتقول سيلين خرجي منا حنا بركه غير الهم اللي فينا. وهي تقول لهم سيلين سولوها شنو دارت، سولوها هاد المراه هادي راه حرقات الدار ديالنا. وهدى اللي كتقول لها ما طيحيش البطل على ماما. وكيخرج محمود امير من المكتب ديالو تيقول لهم شنو واقع هنايا. كتقول ليه سولوها شنو دارت اليوم. قول لها تخبركم راه حرقات الدار ديالنا. ومني سول محمود امير دنيا قالت ليه راه غير كتكذب عليا. وعلاء تيقول لها لا خرجي من هنايا. وشويه كيجي عاصم كيلحق على سيلين. ملي كتشوفوا دنيا كتقول ليه عاصم دي عليا صاحبتك من هنايا، وقتلاش تجي تبقى تهيني انايا. وهي تقول لها سيلين شوفي انا غنتصل بالشرطه وغنحاسبك على الدار ديالنا اللي حرقتي. ومحمود امير اللي تيقول لعاصم دي سيلين يسيل من هنايا، وكيقول ليه عاصم تسنى واحد اللحظه. وهو يمشي عند دنيا قال لها واش حرقتي الدار ديالهم بصح؟ ما تكذبيش عليا دنيا، غير قولي لي الحقيقه. وهي تقول ليه دنيا انا حرقت الدار ديالهم، هي حرقات العش ديالي، وبهذه الطريقه هذه حنا تعادلنا. قال لها علاش درتي هكا، علاش درتي؟ محمود امير بقى مصدوم وكلشي كان مصدوم لانهم عرفوا بان حرقت الدار ديال سيلين. هو يقول ليه محمود امير خذ سيلين وسيلو من هنايا. ولكن عاصم ديك الوقيته حيد الخاتم وعطاه لدنيا اللي بقات مصدومه، وقال لهم ما عمري غندخل لهاد الدار هذه. ودنيا اللي بقات تتغوت. عاصم بعد ما شافته شد في الدين سيلين ومشاو. اما في هذا المشهد هذا كنشوفوا ميسو اللي كتعشى مع بهار ومع خطيبها انيس، وجالسه كتشرب، وبقات يقول لها انيس شربي غير بالقياس. وبقات تقول لهم ميسون فين غدوزو شهر العسل؟ بصراحه انا فرحانه لكم، ضروري خص يكون شهر العسل. انا بصراحه انا كنت بغا نمشي في شهر العسل للمالديف. وياك بهار ياك فراسك هادشي. بقى انيس غير كيشوف فيها. قالت لها المهم وبالراي ديالي انك ما تشربيش بزاف شهر العسل. لان انيس ملي كيشرب يعني ملي كيسكر راه تيخسر وما تيبقاش عاقل على راسو. وقالت لهم شوفوا انا كنتمنى انكم لو ولدتوا ولدوا شي بنت وسميوها ميسون. كانوا بقاو غير كيشوفوا فيها لا بهار ولا انيس. بهار قالت لي انا غنمشي للحمام، ناضت مشات لانه ما كانش عاجبها الحال. اما انيس قال لها شوفي انا لا بغيتي نعترف البهار كلشي ما عنديش مشكل، ولكن خصك ديري هادشي في عقلك اني واخا نخسر بهار راه ما عمري غنتزوج بك ولا غتكوني ليا ولا غنكون ليك. وبقات ميزون كتبكي. اما في هذا المشهد هذا كنشوفوا سيلين اللي هي وعاصم. قالت لي شوف، قال لها شوفي ما عمرك تقولي لي رجع لدارك ولا هكا، انا راه ما رجعش لذاك القصر نهائيا. وهي تقول لي بصراحه انت ما كتشبهش ليهم عاصم. قال لها الا كنت في بجنبك غنكون شخص مختلف. وبقى تيمسح لها دموعها وتيواسيها. وهنا كنشوفوا بهار اللي رجعت من الحمام ما كتلقاش ميسون، وكتقول ليه فينا هي ميسون. كيقول لها راه خدات الطاكسي ومشات راه غتكون بخير. قالت ليه بهار انا كنعتذر منك بزاف صراحه، انا تيقتها بانها باغا ليا الخير وفرحانه لزواجي، ولكن ما كنتش عارفه بان الروح ديالها مختلفه. هو يقول لها اني شوفي مهما حصل ومهما وقع انا راه كنبغيك بزاف بهار. قالت لي حتى انا كنبغيك. قالت لي شوف ما بقى والو غادي نتزوجوا يعني غير غدا وغادي نتزوجوا غنبداو حياه جديده من الاجل ديالنا. اما هنايا دنيا اللي جالسه مع ولادها بجوج علاء وهدى كيقول لها ماما علاش حرقتي الدار ديالهم دابا؟ الا مشات دات بك شكايه في الشرطه راه غادي تحاكمي. وهي تقول لهم دنيا ما غتثبت حتى شي حاجه عليا، راكم سمعتوا كل شيء. الاب ديالكم خلاني وسمح فيا وسمح فيكم وراه دار دعوه ديال الطلاق. وكيف ما شفتوا من اجل ديك سيلين مسح عائلته ورماها من موراه. ودابا كنخيركم يا اما انا يا اما الاب ديالكم. كيجاوبها ولدها علاء تيقول لها السؤال كتسولي يا ماما. هدى اللي ما عجبهاش الحال وناضت وبقات تعيط لها الام ديالها هدى.
ولكن ما سمعتش لها لان كانت غادا مقلقه. وعلاء قال لها غير خليها تمشي، راه عارفين شكون غنختاروا، هو اصلا ما كيسول فينا ما والو. هو ينوض عن نقل الام ديالو دنيا وبقى تيواسيها. اما في هذا المشهد هذا اللي كانت سيلين وسكينه وجلصه اللي جالسين، وكانت سكينه اللي منهاره على الدار ديالها اللي تحرقات، وقالت لها ملي غنجيبوا الفلوس، هي تقول لها سيلين غنشوف صاحبتي ميسون تعطيني شويه د الفلوس. قالت لها كيفاش تعطيك شويه د الفلوس، هي راه ما كتعتق ما كترحم. واش ما شفتيش هما ما اتصلوا بينا ما سولوا فينا كاع. وهنا في هذا المشهد هذا كنشوفوا محمود امير اللي بقى تيقول لجوليا بصراحه انا كنت ناوي ان نصالح عاصم مع دنيا ويرجع للقصر، ولكن كيبان لي من الاحسن ليه ما يرجعش مادام دنيا ولات بحال هكا. وهي تقول ليه جوليا انا كنفهمها، انا دائما كنخبي الالم ديالي والحزن ديالي حتى انا الداخل ديالي غير باش ما نزعجكش انت يا محمود امير وباش ما نجرحكش. ولكن واش تعرف شنو هي الحاجه الخايبه كاع والخايبه بزاف، هو انك ما كتحاولش تفهمني. اما في هذا المشهد هذا كنشوفوا جلصه اللي كتكلم مع سكينه بعد ما مشات سيلين، خرجات كتقول لها بصراحه السيده ميرفت كتهضر على الام ديال بهار الحقيقيه، انسانه اللي هي زوينه بزاف. اي حاجه كانت توقع شي حاجه لشي واحد تما في الضيعه كانت تمشي عندها هي الاولى. وهانتي تشوفي ميسون ما كتشبهش ليها، وهي تقول لها سكينه وهانتي قلتيها ما كتشبهش ليها، وهي تقول لها جلصه بصراحه هي ما كانتش غتسمي ميسون، كانت باغا تسمي بهار. واول مره شفت فيها بهار جاتني بحال راه هي بنت ميرفت. هنا ساكنه بقات كتذكر كيفاش الجد ديال بهار السيد يوسف اللي فاش جا كيسول عليهم وكان ذكرت ليه الاسم ديال بهار وكانوا عينيه يطيروا بالفرحه. وساكنه اللي كندخلها الشك بخصوص ما بين ميسون وبهار. وهنا جوصه اللي كتقول لها واش نسخن لك اتاي، وتقول لها غير سخني اتاي. وهنا في هذا المشهد هذا كنشوفوا محمود امين اللي كيحل الباب على ميسون اللي كيشوفها جات وكيقول لها واش نتيا سكرانه. قالت لي شربت واحد شويه، راني كنت مع بهار كنحتفلوا بالخطوبه ديالهم. هو يقول لها مزيان واش صالحتي مع بهار. انا بصراحه فرحت بزاف. قالت لي حتى انا فرحت ليها بزاف وفرحت ملي صالحت معها. ديك الوقيته محمود امير كتبان ليه الصوره ديال ميرفت اللي مقلوبه تما كينات فوق الكوافوز، هو يقول لها باين الخدامه نظفوا الغرفه ديالك وخلاوها مقلوبه. قالت لي بصراحه بابا انا الصوره ما كنحسش شي رابط بيني وبينها، مجرد صوره صافي. هي فعلا ولداتني ولكن كنعرف غير الاسم ديالها. هو يقول لها علاش كتكلمي بحال هكا ميسون. قالت لي وهذه هي الحقيقه. قال لها كون كانت هنايا الام ديالك ميرفت ما كانت غتخليك حتى لحظه وكان كل شيء غيكون مختلف. هو يقاد الصوره فوق الكوافوز ومشى. وهنا ميسو اللي بقات تقول اش من ميرفت وهي تلحفق الناموسيه. وهنا كنشوفوا انيس اللي وصل بهار قال لها عمرنا ما غنتفرقوا وكانوا فرحانين وكيقول لها ليله سعيده ومشى. بهار اللي كيبان لها محمود امين جالس في الجلده كتمشي عنده كتقول لي واش ما قلقتكش. قال لها لا ما قلقتينيش، ما يمكنش تقلقيني نتيا. وهي تقول لي كيفاش بقات الام ديالك. قال لها كيفاش غادي تكون راها محبوسه في الجسد ديالها. هو يقول لها محمود امير وانتيا كيف حالك، كيفاش تسير الاستعدادات ديال الزواج ديالك. قالت ليه مزيان شكرا لك بزاف. قال لها كل ما وقعش المشاكل بيني وبين انيس كنت غنكون شاهد على الزواج ديالك. قالت لي بصراحه يا ريت كنت غنكون فرحانه بزاف. قال لها انا كنشكرك لانك اول وحده خبرتيني بداك الوقع وداكشي اللي عاود لك انيس. قالت لي بصراحه انا سيد محمود امير انا كنثق فيك بزاف. ديك الوقيته كان الياس اللي كيشوفهم راهم جالسين. هو يقول لها محمود امير شوف يا بنتي الا حزنك انيس او اي واحد ولا احتاجيتي شي حاجه انا دائما غنكون في الجانب ديالك. وهي تقول لي شكرا لك بزاف انا كنبغيك بزاف السيد محمود امير. وهو يعنقها. والياس اللي كان تيشوف فيهم نورها اللي خارجه كتقول لي واش جاو لانهم كانوا سمعوا الهز ديال الطوموبيل. قال لها لا لا راهم باقي ما جاو غير حنا خطانا السمع. ويقول لها يلا يلا ندخلوا. وهي تقول لي فين بقاو هادو بزاف هذا الشيء. اما في هذا المشهد سكينه اللي دخلها الشك وبقات كتذكر الهضره ديال جوصه اللي كتقول لها الاخت نورهان باينه خبيه علينا شي حاجه. وكانت سكينه في الجرده كتفقد تما وكتشوف وكانت تتفكر ان جوصه كتقول لها بان ميرفت كانت غتسمي بنتها بهار.
وبقات تقول سكينه مع راسها ياك ما كانوا بصح مدابزين كما وقعت شي حاجه، وبقات كتذكر كيفاش جد ديال بهار فاش جا كان تيسولها وتيقول لها فين كيسكنوا الياس، قالت ليه راهم كيسكنوا هنايا ولكن راهم مشاو ما غيجوش بكري. وملي ذكرت ليه الاسم ديال بهار كان فرحان، وبقات كتفكر كيفاش مشات للسرجم ملي كانت تهضر مع نورهان وبانوا ليها الرجلين ديال الشخص اللي كان محط تما كينات. وبقات تقول واش هذوك اقدام، وكانت نورهان كتقول فاش كانوا غيهدموا ليهم الدار هذه راه كانت غير حادثه. وبقات كتذكر ثاني فاش كان الياس كيقاد داك الطراف في الجرده وتيقادو وتيبكي وما تيخلي حتى شي واحد يدوز من تما. ديك الوقيته سكينه كتقول هما دفنوا السيد يوسف هنايا، وبقات كتبكي. اما في هذا المشهد هذا كنشوفوا ميسون اللي جات عند نورهان وكتقول لمها انا راه باقا بلا فطور، وهي تقول لها نورهان انا نوجد لك الفطور شنو بغيتي، واش بغيتي البيض بالفرماج؟ قالت لها ولكن فين هي بهار؟ قالت لها نورهان ما نعرف فين شفتها، خرجت بكري ومشات. وغتقول بقات تقول ميسون فين مشات هاد بهار، واش مشات باش تدي الفستان ديال العرس للمصبانه؟ مشات للغرفه ديال بهار وما لقاتش الفستان. وهي تقول لهم اذا وقيله داتو المصبانه شافت باها. الياس قالت لي قول لي انت فراسك شي حاجه فين مشات؟ قال لها الياس غتكون مشات غير للخدمه، فين شفتها انايا؟ اما ترى هي اللي كتلاقى مع سيلين وكتقول لها كيف بقيتو الدار ديالكم تحرقات، الا احتاجيتو شي حاجه عافاك قولوها لي انا راه ما فراسي والو. وهي تقول لها سيلين ما يمكنش ليا نجي اليوم للخدمه، واش يمكن ليا حتى الغدا؟ قالت لها سوريا اصلا ما غاديش نحل دابا، انا غادا نمشي لعقد القران. قالت لها على شكون تزوج؟ قالت لها سيلين شكون تزوج؟ قالت لها بهار. قالت لها شنو بهار؟ اما ميسو اللي كتصل ببهار ما كتجاوبهاش. وفي ديك الوقيته بقات كتقول مالهم هادو سادين تليفوناتهم ياك لاباس. كتصل بها سيلين صاحبتها كتقول لها راه بهار وانيس غيتزوجوا. قالت لها ميسون راه عارفه غيتزوجوا. قالت لها غيتزوجوا اليوم. قالت لها شنو اليوم؟ وخرجت ميسون كتجري وتابعها نورهان كتقول لها حبسي فين غادا حبسي. ولكن ميسون مبغاش تحبس وكتقول نورهان لبنتها يتزوجوا لي جلسوا. واش انايا ولدتك باش تبقاي تابعه ليا واحد بحال الكلب؟ قولي لي بركه بركه. وهي تقول لها ماما شوفي ماما انا راه درت علاقه مع انيس ومشى ليا الشرف ديالي. هنا نورهان اللي كتجي وكتبقى تطرش في ميسون وكتمشي. ميسون ما كتسوقش لامها، ونورهان اللي كتكون منهاره، والياس اللي تيجي تقول لهم شنو بغيتو عندها خليهم يتزوجوا. وهي تقول ليه نورهان انيس راه لوت الشرف ديالك والشرف ديال ميسون. وهنا كينهاروا بجوج بهم وكيجلسوا الارض. اما بهار اللي كانت لبست الكسوه ديال العرس وكانوا كيستعدوا باش يديروا العقد. وفي ديك الوقيته كتجي واحد السيده اللي كتدق في الدار ديال القصر في هذا المشهد هذا، كتحل ليها عادله وكتقول لها انتي. وكيشوفها محمود امير كيطيح في الدروج. في ديك الوقيته كتكون الام ديال بهار الحقيقيه وصلات، وهنا كيكون العقد القران اللي يبداو الاجراءات ديالو. والمكلف بعقد القران تيقول لها انت السيده بهار ديميرجي بالاراده ديالك واش كتوافقي انك تزوجي بالسيد انيس كرمان وكترضي به الزوج؟ وكتقول لي انا قابله. وكيدور عند الشهود اللي تيقول لهم واش نتوما قابلين هذا الزواج؟ كل من سمره وثريا وكيكونوا فرحانين، ولكن الفرحه ما كتكملش. وفي ديك الوقيته كتوقف عليهم ميسون اللي كتكون معصبه كتبقى تصفق عليهم. هنا كتنتهي الحلقه ديال اليوم. كنشكركم بزاف احبتي على حسن المتابعه، وانتظروني في الحلقه القادمه وشكرا لكم.